قناطر زفتة التاريخية في قرية دهطورة مركز زفتة. قناطر دي تم إنشائها سنة 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وبيقال إن الخديوي عباس حلمي حضر الافتتاح بتاعها. بيسموها أهالي زفتة ال50 عين، لأن هي عدد العيون بتاعها 50 عين. المكان ده في شم النسيم ناس كتير متعودة انها تقضي شم النسيم فيه، ولو تم استغلاله وتم الاهتمام بيه هيبقى مكان سياحي جميل، لكن فيه اهمال تقريبا، يعني محدش مهتم بيه. مكان جميل، انت بتحس ان انت وانت واقف كده انت في شلالات كأنك في منابع النيل. الحجارة اللي انتوا شايفينها تحت دي انت المية فوقها بالظبط، يعني ممكن حد يقف عليها او يمشي عليها. انا شفت ناس ماشية على الخط ده. مية هنا في عمق، لكن في النقطة ما بين العالي والواطي دي مفيش عمق. لكن منظر الشلال اللي بقاله 121 سنة ماشي حاجة ممتعة، وانا بدعو كل الناس ان هي تيجي تستمتع بالجمال الرباني والطبيعة الجميلة دي. بتلاقي سمك هنا يا حاج، بتلاقي سمك هنا. متعود تصطاد هنا؟ انت من دهطورة؟ ايه؟ طب انا شايف المايه بتجري، السمك هيجي لك ازاي؟ المايه البيضاء ده يعني انت بتنزل هنا تمشي؟ لكن في ناس تنزل هنا عادي. بيقولوا يا حاج في ناس بتيجي هنا شم النسيم تقضي المكان هنا وفي الاعياد. جميل. احنا هنا النهارده في قرية دهطورة يا جماعة. بشكر حضرتك طبعا واتمنى لك صيد سمك باحجام كبيرة. المكان قرية دهطورة مركز زفتة محافظة الغربية. انا بدعو كل الناس انها تعمل زيارة مرة، هات اسرتك هات عيلتك وقضي المكان هنا. لكن كمان بوجه نداء للسيد محافظ الغربية، المكان محتاج تطوير المنطقة المحيطة، ومحتاج اهتمام ان احنا نستغل المكان سياحيا بعمل استراحات ويكون في استغلال احسن من كده. بقول لحضراتكم القناطر دي 50 عين تم انشائها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم وضع اخر حجر فيها سنة 1903. دي من اقدم الاماكن اللي موجودة في مصر. قد ايه بلدنا جميلة، بس احنا مش واخدين بالنا.